حلقتنا النهارده من كلوز اب على شاشه نايل سينما مع نجم ليه خطوات ثابته، اعماله مش كتيره، تاريخه مش طويل، ولكن مع كل عمل بيقدمه لنا بالفعل بيقدر ان هو يسيب بصمه. يمكن اعماله مؤخرا بجد حققت نجاحات كبيره جدا. هو زي ما دايما بنقدمه بنقول ابن الوز عوام، ولكن هو بالفعل اختار لنفسه طريق لوحده، قدر من خلال الطريق ده ان هو يسيب بصمه مع كل عمل بيقدمه لنا. النهارده احنا جايين نقول له الف مبروك على النجاحات الكبيره والكتيره مؤخرا. خليكم معايا وكلوز اب وحلقه خاصه جدا مع النجم احمد فلوكس. خليكم معانا. كل حاجة هترجع زي زمان وأحسن. النعم الشريفة هو إيه؟ حبيبي. أيوة كده. انتم مظبطينها مع بعض بقى. ياما انا بشتغل في السوق، يعني بلبس طاقية ده وطاقية ده. مظبوط. سامحني يا ابن عمي، اللي ما بيننا ما خلص. من غير لف ولا دوران. أنا هسلم نفسي أهو، ولو في أي حاجة أنا ما تخافيش. دي أول مرة أقوله من قلبي. متجمعين في الخير على طول. ألف مبروك للنجم أحمد فلوكس. أنت اليومين دول عايزة أقول لك أنت عامل نجاحات كتيرة جدا، ويمكن زي ما قلت في المقدمة أنت أعمالك مش كتير، ولكن مع كل عمل بتعمله بالفعل بتسيب بصمة، والناس بتطلع بعد العمل ده دايما بيتكلموا عليك كتير جدا، مثير للجدل يا أحمد. أولا في الأول عايزة أقول لك وحشتنا ومبسوطين جدا بيك على شاشة التلفزيون المصري. الله يخليكي ومتشكر جدا، وانت كمان وحشتيني جدا جدا. ده تاني لقاء ما بيننا، مش كده؟ تاني لقاء اعتقد كذا مره قبل كده. احنا بس كان على فترات. على فترات. ما انا املاكي ان انا باجي لك دايما بعد النجاحات. يعني يمكن دلوقتي طبعا عايز اقول لك الف مبروك على الفيلم اللي انت عامله الممر، وكلكم مجموعه عمل اكتر من رائعين. الله يخليك. وكنت هبتدي بحاجات تانية، ولكن حابه ان انا ابتدي بيه واتكلم عن الممر. يوم ما جالك الورق ايه اللي حصل؟ احكي لي كده. هو كان كلمني استاذ فاروق مساعد استاذ شريف عرفه، وقال لي استاذ شريف عايزك تعالى قابله، فرحت قابلته. بس لقيته بيعرض عليا بروجكت والدور والورق، وطبعا ما كنتش لسه قريت حاجه خالص. لا ما كنتش اعرف حاجه. اوكي. وقال لك الفكره بتاعت الفيلم، وقال لك حكى لي كده وقال لي بريف. ممكن تقرا كان عايزني اقرا في الاوضه. قلت له بص مش هبقى مركز، فاداني الورق، روحت قريته كله وان شوت تقريبا. شدك الفيلم جدا جدا. مبدئيا اما الورق والفيلم جه تحت توقيع المخرج شريف عرفة، انت كنت رايح اكيد كنت موافق تقريبا او نص موافق يعني، لانه شريف عرفة. بص مهم جدا انك تشتغلي مع مخرج شاطر، ما بالك شريف عرفة. يعني محمد جمعه زميلنا بيقول لك ايه، مخرجين بيتمنوا انهم يوصلوا يبقوا شريف عرفة، ما بالك انت جاي لك شريف عرفة بنفسه. فتشتغل طبعا. بالنسبه لي اسم شريف عرفة، وبعدين انتاج هشام عبد الخالق طبعا، وهو كان وتنفيذ كمان الكرو بتاع استاذ شريف، فهيطلع كواليتي عاليه طبعا اكيد. كمان مجموعه الفنانين المشاركين بدايه من نجم احمد عز، استاذ هند صبري، استاذ احمد صلاح حسني، استاذ احمد رزق، يا كلكم مجموعه شرنوبي. يعني المجموعه نفسها مع مخرج كبير جدا مع شركه انتاج قويه جدا، ما كانش فيه تفكير في لا. عمل ضخم كبير. رحت وشفته على الشاشه السينما. زي اي حد اول مره اشوفه. ما كنتش شفته؟ شفنا كده كام مشهد، يعني انا كان عندي مشهد فيه دوبلاج بس، فشفته واحنا بندبلج، بس شفته زي اي حد كان قاعد في القاعه. وانت قاعد بتتفرج حصل لك زي المشاهدين، يعني الناس خرجت من الفيلم ده في حاله كنا محتاجينها من زمان جدا. حاله وطنيه للاجيال الجديده كمان الصغيرين النهارده، بتعلمهم الانتماء وحب الوطن. الناس ضحكت، عيطت، خرجت بعد الفيلم عندهم حاله مش عايزين يستوعبوا اي حد تاني خالص، غير عايزين تفضل عندهم الحاله دي بتاعت فيلم الممر. حصل لك نفس الاحساس ده؟ وانا بصور اصل الفيلم هو مكتوب واضح، وانا عارف الحقبه دي كويس وقاري عنها، وعارف اهميه العمل واهميه الادوار واهميه الكلام اللي بيتقال. فاوريدي واحنا بنصور كنا في الحاله دي، عشان كده لما اتعرض الناس حستنا، لان هو كان حقيقي. كنتوا صادقين جدا جدا، لان احنا مقتنعين بكل كلمه بنقولها، حاسينها جدا.
دوري مثلا محمود، اي مصري مكاني مش بس ضابط في القوات المسلحه، ولكن لو اي مصري واضطر انه ينزل ويتطوع ويدافع، لو اتحط مكاني هيعمل 20 200% اكتر من اللي انا عملته واكتر من احساسي. لان احنا في الاخر عندنا حاجه اسمها مصر جوانا جدا طبعا، وما بنحبش حد يجي علينا، الا مصر يعني احنا وما بنحبش حد يجي على ارضنا. طبعا. الارض عرض. طبعا الفيلم ده قال المعلومه دي. طبعا قال ان الارض عرض. ما هو الارض عرض، بس ناس كتيره قوي الفتره الاخيره بدات تفقد الشعور ده. عشان ما كانش فيه اللي بيرد بشكل حقيقي الناس تحسه، وبيفتكروا انه الكلام كلام سياسي او كلام كده. لا، هو ده حقيقه. يا استاذ يا مبجل يا محترم، انت بتتكلم على قوات مسلحه ضحى منها ابناء كتير جدا، ضحوا بحياتهم عشان الارض دي ترجع. ما ينفعش تيجي تقول ان ينفع نضحي او هم هيدوا متر واحد من الارض. عندنا ضباط كتير استشهدوا انت لغايه النهارده بيطلعوا، غير اللي بيستشهدوا دلوقتي طبعا. انت لغايه النهارده بيلاقوا رفات بتاعه جثث ناس من الحرب بتاعه 67 وال 73 لغايه دلوقتي. مظبوط. خلاص، فاستحاله استحاله. وما كانش فيها بقى ولا مسلم ولا مسيحي ولا ومصر عمرها ما كانت كده يا احمد على فكره من زمان، يعني حتى ما كنا بنتفرج على ولا هتبقى كده، ولا هتبقى كده اسمعي اللي بقول لك عليه، مهما عملوا ولا هتبقى كده نهائي.